السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح اسوي لكم طريقة عمل الطرشي الاحمر، طرشي الشلغم والشوندر. خواتي شنو احتاج المكونات؟ اللي احتاج اي نوع خضار بهالوصفة هاي. مثلا هو احنا معتاد عليه طرشي الاحمر، طرشي الشلغم، شلغم وشوندر. بس ممكن تستخدمون وياه، تستخدمون الجزر، تستخدمون القرنبيط، تستخدمون اللهانة، الجزر، اللي اي نوع خضار اللي انتو حابينه. راح يكون كله احمر وحلو شكله. انا شنو احتاج اليوم؟ اللي متوفر اني عندي اليوم متوفر عندي شوندر قطعته بهالشكل هذا وغاسلته، والشلغم هم مقطعته بهالشكل هذا، وعندي فلفل حار. هاي اضافة، اللي ما يحب الحار ممكن ما يضيفه. احتاج خل او احتاج ملح. المقادير اللي احتاجها هالوصفه هاي من الخل ومن المي ومن الملح. خواتي راح نعطيكم مقادير مضمونه، يعني ما راح يخرب عندكم، ما راح تطلع مرات. اكثر الخواتي يشكون انه اذا سووا طرشي او طرشي الاحمر يصير مثل بياض يطلع عنده فوق، مثل العفونه تطلع بها العفو. فهذا النتيجة انه اولا يمكن يفتحون الشيشة كم مرة ويردون يتأكدون من الطعم انه مالح، يحتاج له بعد ماي او يحتاج له بعد ملح. فمن يفتحون الشيشة كم مرة تخرب الوصفة الطرش عندهم. انا اليوم راح اعطيكم مقادير مضمونة 100%، لان انا هاي صار لي كم سنة اسويها والطرش الحمد لله يطلع وايد طيب. شنو احتاج؟ احتاج اول شي 3 كوب مي. 3 كوب مي راح اعطيكم مقادير الي. كل 3 كوب من المي احتاج لها كوب خل. بس انا مثل ما شفتوا ضفت 3 كوب مي، وراح اضيف الخل بنفس الكوب اللي قست بيه المي. هذا الخل بسم الله. وراح اضيف 3 ملاعق من الملح. هذا الملح انا راح استخدم الملح الخشن. هاي 1، هاي 2، هاي 3. واحتاج ملعقة من السكر. هاي مثل ما قلت لكم 3 اكواب مي وياها كوب خل، 3 ملاعق من الملح، او ملعقة من السكر. هاي حسب انتو الكمية. انا هسه هاي يمكن احتاجها، هاي يمكن احتاج بعد، يمكن ما تكفيني اني هاي المقادير، فازيد وبنفس الطريقة ازيد. هسه راح اضيف ملعقة من السكر واخلط هاي المواد كلها زين. هسه هاي مثل ما تشوفون الخليط اللي 3 اكواب من المي، ضفت لها كوب من الخل، وضفت لها 3 ملاعق من الملح، وملعقة من السكر. انطاني نص الشيشة. بس ايش راح اسوي؟ نفس المقادير اللي سويتها من الخل ومن المي ومن الملح ومن السكر راح اعيدها مرة ثانية، واملي بيها باقي الخضار اللي عندي واشوفها لكم ان شاء الله. بس هاي مثل ما تشوفون بهالشكل الشيشة صارت عندي جاهزة. راح اغلفها. خواتي هاي تحتفظون بيها بمكان دافي. مثلا اذا عندكم بالبيت المطبخ دافي او مخزن دافي تقدرون تحتفظون بيه. انا بالنسبه لي عندي بالبيت مخزن دافي، راح احتفظ بيه لمده 10 ايام وما افتحها خلال ال10 ايام. انا واثقه من المقادير اللي اني خالتها، يعني ما تحتاج بعد ملح، ما تحتاج بعد مي، فما راح افتحها 10 ايام يلا افتحها. وبالنسبة للمكان الدافي ممكن إذا طالعة الشمس عندكم قوية وحلوة بالعراق طلعوها برا، تضربوها شمس قبل لا يبرد الجو، دخلوها جوا، فيمكن تستوي عندكم بأسبوع إذا الشمس والجو دافي. هسه أنا هاي راح أحتفظ بيها بمكان دافي وأشوفها لكم إن شاء الله من بعد 10 أيام. هسه هاي من بعد 10 أيام صار عندي الطرش الأحمر جاهز. هسه لحد الان انا ما فاتحه الشيشه. هسه راح افتحها واشوفها لكم. هاي شوفوها هسه فتحتها، شوفوا شكلها شلون حلو والمي صافي. هيك يعني نجح عندكم ومضمون نجاحها. هاي مثل ما تشوفون المي شلون صافي عندي.
خواتي مثل ما اشوف هالشكل صار عندي جاهز. شوفوا المي مالته شلون صافي وحلو، ومثل ما شفتوا وتابعتوني الملح والمقادير مالته هم حلوه وسهله. صدقوني الطعم مالته وايد طيب، والملح مالته جاي هم مضبوط. اتمنى خواتي هاي الوصفه اليوم تعجبكم، وان شاء الله تجربونها وتاكلوها بالف عافيه.